السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع النفسي اللي كيهم أي واحد فينا. موضوع غادي يخليك تفهم راسك أكتر وتفهم علاش بزاف ديال المرات كتلقى راسك كدير شي حاجة وانت أصلا ما باغيش تديرها. وغادي نكتشفوا اليوم الصراع اللي كتعيشوه يوميا بلا ما تحس بين العقل الواعي والعقل اللاواعي. شنو هو هاد الصراع؟ باش نبسطوا الفكرة خاصنا نعرفوا أن العقل ديال الإنسان ماشي عقل واحد، بل فيه جوج أنظمة اللي خدامين في كل لحظة. العقل الواعي هو اللي كنفكروا به، اللي كيعرف شنو باغي، كيناقش، كيحسب، كياخد الوقت قبل ما يقرر. العقل اللاواعي هو السريع اللي كيخدم بلا ما تحس، اللي كيعرف العادات ديالك، مخاوفك، ردود الفعل ديالك. وصدقوني هذا الجزء هو اللي كيسير حوالي 90% من تصرفاتنا يومياً. والغريب هو أن العقل اللاواعي كيحاول ديما يحميك، ولكن بعض المرات كيحميك بطريقة كتضرك. مثال بسيط من حياتنا اليومية، تخيل معايا كتكون باغي تنقص من السكر وعقد العزم باش تبدل حياتك وتبقى صحي، ولكن أول ما كتضايق أو كتعصب كتشد الطريق لتبصيلة الحلوى أو الشكلاط. العقل الواعي ديالك باغي الصحة، ولكن العقل اللاواعي كيقول انت متوتر، الحلوى كتعاونك ترتاح، ديرها دابا. وفجأة كتلاقى راسك كليتي داكشي اللي قلتي مستحيل نرجع ليه. ماشي حيت ضعيف، ولكن حيت العقل اللاواعي أقوى من العقل الواعي في اللحظات اللي كتكون فيها ضعيف طاقيا أو نفسيا. تشبيه غادي يسهل عليك الفهم. النفسيين كيشرحوا هاد الفكرة بتشبيه رائع. العقل الواعي بحال السائق، والعقل اللاواعي بحال فيل كبير. السائق ذكي كيعرف الطريق ولكن ضعيف. الفيل قوي بزاف ولكن كيخدم بالعاطفة وبالعادة. إذا كان السائق والفيل متفقين الطريق غادي يكون سهل، ولكن إلا تنقدوا الفيل هو اللي غادي يربح، حتى إلا كان السائق باغي يمشي في طريق آخر. وهادشي اللي كيوقع لنا يوميا بلا ما نشعروه. علاش كنرجعوا في الكلام ديالنا ونفشلوا في العادات الجديدة؟ حيت العادة ما كيديرهاش العقل الواعي، كديرها اللاواعي اللي مبرمج بسنين. إلا بغيتي تبدل عادة جديدة، العقل الواعي ديالك كيقول غادي نبدا نفيق بكري، غادي نلعب الرياضة، غادي نقص من التليفون. ولكن اللاواعي كيرجع يقول حيتاش هادشي جديد، ماشي مريح، ماشي اللي متعود عليه. وفي اللحظة اللي كتكون تعبان أو مشغول أو معصب، عقل الواعي كيهبط واللاواعي كيتحكم في المقود. شنو نقدروا نديروا باش نخليو الفيل يخدم معانا ماشي ضدنا؟ نربطوا أي عادة جديدة بإحساس زوين، مثلا نربطوا الرياضة مع الموسيقى اللي كنحماقوا عليها، أو مع إحساس الفخر من بعد، باش اللاواعي يحس أنها حاجة ممتعة ماشي عقاب. ما ناخدوش القرارات وحنا معصبين أو مرهقين، حيت في هاد اللحظات العقل الواعي كينعس واللاواعي كيدير اللي بغا. نهيئوا البيئة اللي تعاوننا، مثلا إلا باغي تنقص من السكر ما تخليش الحلوى قدامك، إلا باغي تنقصي من الهاتف خليه بعيد عليك في النوم. العقل اللاواعي كيحب السهولة، عطيه السهولة في الطريق الصحي وغادي يتبعها. نكرر العادة الصغيرة يوميا حتى ولا اللاواعي كيشوفها جزء من شخصيتك الجديدة. إلا فهمتي كيفاش كيخدم عقلك، غادي تفهم علاش كتنقز على داكشي اللي قلتي ما غاديش ديرو، وغادي تفهم أن التغيير ماشي إرادة. التغيير هو إعادة برمجة للعقل اللاواعي اللي كيتحكم في العادات، في المشاعر، وحتى في طريقة التعامل مع الضغط. وصدقني إلا عرفتي كيفاش تهضر مع الفيل اللي داخل ليك، غادي تبدل كل شي في حياتك. غادي تولي كدير اللي باغي ماشي اللي كيجرك ليه اللاواعي. بقى غير نسولك سؤال بسيط، شنو هو القرار اللي ديما كتقول غادي تبدلو ولكن العقل اللاواعي ديالك كيرجع يجرك اللور؟ شاركنا في التعليق ويمكن يكون موضوع الفيديو الجاي. شكرا بزاف على المشاهدة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.